شبيبة قسما بالله التاريخ الإسلامي تاريخ غريب جدا. على بالكم باللي في مثل هذا اليوم الصيفي الحار من سنة 1402 تصرى واحدة من أكبر المعارك في التاريخ الإسلامي، وبالنسبة لي أنا هذه هي المعركة اللي حدد ديجا المستقبل تاع المسلمين. هذه المعركة اللي صارت في وقت كانوا المسلمين في أوج القوة تاعهم، سي بون خاتموا الجيوبوليتيك مكاش اللي درنا لهم فجأة ومن دون سابق إنذار تصرى واحدة من أكبر المعارك في التاريخ. المهم شبيبة في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر في العالم الإسلامي نبثقوا قائدين من أقوى ومن أحنك ومن أكبر القيادة الإسلامية في ذلك الوقت. تيمور في الشرق وبايزيد في الغرب. الشبيبة في ذلك الوقت كان شغل ذا جوت كومبيتيشن، شغل كي شغل ميسي ورونالدو في ذلك الوقت، كان تنافس طاحن بيناتهم. المهم تيمور هذا بداها من سمرقند، الخوارزم، الخراسان، الفارس، للقوقاز، وأكبر معركة عنده اسمها القبيلة الذهبية بزاف معروفة في التاريخ. الدلهي اللي هي الهند، البغداد، الحلب، الدمشق، بداها من الشرق للغرب شبيبه، بلاد ما خلاهاش. الجانب الغربي بايزيد الاولي بداها من صربيا، المقدونيا، البلغاريا، الامارات التركيه، هذوك كامل وحدهم تاع الاناضول. واشهر معركه كانت معركه نيكوبوليس. معركه نيكوبوليس واحده من اكبر المعارك اللي ربح فيها بايزيد. معركه نيكوبوليس شبيبه كامل مسيحيين في ذلك الوقت، اقوى المسيحيين بداها من المجر، لفرنسا، انجلترا، الكامل العالم المسيحي ضد بايزيد الأول. مع ذلك قدر ينتصر في واحدة من أكبر المعارك في ذلك الوقت، وفي هذيك المعركة هو اللي عطات له هذيك الشخصية تاع القائد القوي اللي يقدر يحقق كلش. لخاطر موراها مباشرة راح دار حصار القسطنطينية شبيبة، كان هو اللي راح يفتح القسطنطينية. المهم تيمور يتوسع من الشرق رايح نحو الغرب، وبايزيد يتوسع من الغرب رايح نحو الشرق حتى يتلاقاو في نقطة التماس شبيبة. كي تشوف قائدين بهذه الحنكة وبهذه القوة وبهذه الكاريزما تقول باللي في زوج مسلمين ورافدين الإرث الإسلامي من المفترض يتفاهموا في بعضهم، نورمالمون يتوحدوا تحت راية واحدة باش ما يخلوا ولا فرصة للأوروبيين باش يعاودوا يخرجوا من مرحلة الضعف ديالهم، يعاودوا يبنيوا رواحهم ويعاودوا يطاكيوهم. في 28 جويلية في مثل هذا اليوم، في يوم صيفي حار جدا لسنة 1402، يدخل تيمور وبايزيد في واحدة من أكبر المعارك في تاريخ الإنسانية شبيبة الأرقام الأولى تاع هذيك الفترة تقول أكثر من نصف مليون. إيماجينيو نصف مليون بنادم كان يحارب في هذيك المعركة هذه. تيمور جا هابط بالفيالة سيريو، مش يلعب شبيبة، باسكو كان غير كيما كمل مع دلهي اللي هي الهند. الناس ماخذ الأمر بجدية، ما مشي يلعبوا في واحدة من أكبر المعارك واسمها معركة أنقرة. لمعظم المؤرخين شبيبة يقولوا باللي كانت معركة إيجو في المقام الأول، ما كانتش معركة بين مسلمين وإنما بين بشريين، خاطر كل واحد فيهم كان يشوف في روحه باللي هو القائد الأوحد والقائد الأول والقائد الأقوى في تلك الفترة. تخيل معايا نتايا بايزيد الأول انتصر في معركة نيكوبوليس، هذيك اللي كانت واحدة من أكبر المعارك في تاريخ المسلمين، راح حاصر القسطنطينية وكان راح يفتح في القسطنطينية. قال لك لا خلي تشوف نكمل مع تيمور اللي راه هبط ليا من الشرق وبعد نولي القسطنطينية. واثق من روحه بايزيد، واثق من روحه. وتنتهي المعركة بانتصار تيمور شبيبة وأسر بايزيد الأول. دوك تقول لي حسام هاو تيمور انتصر معناتها راح يتحكم في كلش دوكا، نقول لك لا تيمور كان عنده خطط أخرى. تيمور في ذلك الوقت كان عنده خطط أخرى في الشرق، على خاطر هو من الشرق، هو أصلا كان مهتم بالتوسع في الجانب الشرقي جانب الصين. كان عنده طموح لسلالة مينغ في الصين اللي كانت واحدة من أقوى الإمبراطوريات في ذلك الوقت. تقول لي حسام سيبو تيمور عاود ولا للصين وتوسع على حساب الصين. واش صرا شبيبة هنا اللي راني مستغرب أنا، على خاطر التاريخ شيء غريب جدا، وانا نأمن بتأثير الفراشة شبيبة. بعض القرارات ولا بعض المعارك تكون فريمون مفصلية وراح تغير المسار تاع التاريخ. تخيلوا معايا واش صرا موراها. تيمور عاود ولا للمشرق باش يحضر روحه باش يروح يتوسع على حساب مينغ الصينية، ولكن واش صرا هي أنه سنة 1405 ومن دون سابق انذار مرض وتوفى، مات. كي مات اولاده ضربوا في بعضهم وتقسمت الامبراطوريه الكبيره اللي بناها تيمور، ضربوا في بعضهم تقسمت، ومن بعدها مع مرور الوقت اختفت تماما. بايزيد في الجانب الاخر لأسر تيمور بعد سنه فقط توفى في الحبس، توفى في الاسر. أولاده مراه ضربوا الحكم بعد أناضوليا دخلت في حرب أهلية لما يقارب 15 سنة. شتي هذوك الإمبراطوريتين هذوك اللي كانوا راح يطغاو كاع في العالم في 4 سنوات فقط، ميم في سنتين فقط شبيبة انهار كل شيء. فقط في الجانب تاع أناضول عاودوا توحدوا فيما بعد، ومن بعدها انبثقت ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية اللي من بعدها محمد الفاتح فتح القسطنطينية. لذلك هذه المعركة هذه كانت مفصلية، على خاطر هذا التوسع الإسلامي تكسر، رقم واحد. الحاجة ثانية سقوط القسطنطينية راح تأجل لمدة نصف قرن،
نصف قرن تأجل سقوط القسطنطينية. هذا الشيء عطى وقت طويل بزاف للأوروبيين والمسيحيين باش يعاودوا يتعافاو ويعاودوا ينظموا الصفوف تاعهم ويعاودوا يشوفوا باللي يقدروا يعاودوا يوليو. المهم شباب، القصة تاع تيمور وبايزيد فيها بزاف التفاصيل التاريخية والجيوبوليتيكية اللي ما نقدرش نحكيها في هذا الفيديو هذه، على خاطر كانت في بزاف تفاصيل اللي خلاتهم يضاربوا في بعضهم. هذا ماشي الهدف من الفيديو. الهدف من الفيديو هي انه في التاريخ كاين بعض المعارك اللي نقدروا نسميوها تأثير الفراشة، هي أنه معركة واحدة فقط تتأثر على مسار تاع التاريخ. انتم تخيلوا معايا باللي في زوج مسلمين كانوا قادرين يتخذوا قرارات مختلفة اللي كانت قادرة تخرج بنتائج مختلفة تماما. قولوا لي انتم واش رايكم في المعركة اللي صارت في مثل هذا اليوم، معركة أنقرة بين تيمور وبايزيد، وهل تعتقدوا باللي كان من الممكن أن يكون فيه اتحاد ولا ممكن سيناريو مختلف على واش صرا؟ ولو كان هذاك السيناريو حصل، هل تعتقدوا فريمون باللي المسلمين كان راح يكون عندهم تاريخ مختلف تماما؟ واللي ثاني شكون فيهم ذا جوت شبيبه، شكون فيهم ذا greatest of all time لو كان زعما نديروا كومبيتيسيون بيناتهم؟ بيس اوت.